حبايب المصريين، يا أهل مصر، يا خير أجناد الأرض، لقد استيقظت من النوم قبل أسبوع ولقيتكم تكذبون وتشمتون في دول الخليج واحد ورا الثاني. وشوفوا الفيديوهات. خبر هام وعاجل: العائلات المالكة في السعودية وده أول كذاب وصلوا مطارات مصر بقالهم يومين، ما تقولوش لحد، بس أفراد. وده الشمتان الثاني. احنا مع إيران قلبا وقالبا، احنا مع إيران، مفيش هزار، مفيش تردد، مفيش شك، مفيش لحظة شك، ما عندناش لحظة شك. المصريين ما عندهمش شك في موقفهم اللي وده الكذاب الثالث. المطاعم المصرية نحب نتعرف حضرتك. عمر الفياض. عمر، هو انت جاي مصر سياحة ولا جاي تقضي رمضان؟ لا والله انا جاي سياحة كده، جاي نقعد هنا في مصر. حضرتك من ايه؟ من الخليج. ودي الرابعة. والله الحرب دي جت في وقتها. الحرب جت في عشان وقتها. تحط عليكم. تقول الحرب جت في وقتها عشان تحط عليكم. الصواريخ دي تايهة عنكم فين يا اختي؟ كانت تنزل عليكم كده تفرتك تشك 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 تشك. يا اختي انت جرالك ايه يا اختي؟ دول ولاد بلدك واقفين عند محطات البنزين يدوروا بنزين بايت من يومين يا اختي. هيتشحططوا وياخدوا الخيام. ما حدش هيتشحطط غيركو يلي الدولار ارتفع عندكو وفلوسنا زادت وفلوسكو نقصت والبنزين صار غالي عندكو والغاز غالي والبنزين غالي والبوتيجاز غالي والكهرباء غالية ويتشحططوا يا اختي. تقعدوا في الشارع. هتقعدوا في الشارع، ما معكوش بتوع الإيجار، ده انتوا يا دوب تشتروا لكم رغيف خبز. والنبي تنزلوا الكلام ده بالله عليكم. حنزله بعد ما اشوف حاجة تانية، بعد ما اشوف احمد موسى وهو بيصيح يا اختي. المواطن ما يعنيه زيادة مرتباته، معيشته تتحسن، دخله يبقى افضل، الاقي العلاج بتاعه، الاقي التعليم بتاعه، اعمل له احتياجاته. لا يعني المواطن الا كده، انزل السوق الاقي الحاجة بتاعتي موجودة واسعارها اقدر اتحملها. ازاي؟ اي مرتب النهارده ازاي هتقدر تتحملها يا اختي؟ ده سعر البترول وصل $110 يا اختي، ازاي هتقدر تتحملها؟ النهارده بتكلم على الموظف العام الطبيعي، المواطن الطبيعي، المواطن العام مش لاقي ياكل لحمه، ده بيخدم الاسرائيليين باللحمه في الغردقه وشرم الشيخ، بس هو ما بيقدرش ياكل اللحمه يا اختي. اي دخل النهارده ما بيكفيش حد. ما حدش يقول لي 7000 جنيه بيعملوا ولا شيء. الفيديو ده كان في 2025 قبل لا تشمتون فينا، لكن ما حدث صباح اليوم كان صادم لكل المصريين. بدأ بأول مصري اللي كان يبحث عن ماذا؟ مصري مسكين غلبان ما يدورش عشا بايت ولا يدور غدا بايت، يدور بنزين بايت. عندك بنزين بايت من امبارح؟ انا عاوزه بايت مش عاوز طازه. في بايت يا عم، ده كله جديد طازه. لا انا مش عاوز طازه، انا عاوز بايت من بتاع امبارح. في بايت؟ لا مفيش بايت. مفيش امبارح بقى خلاص. طب شوف التانك التاني كده، ولا التاني ولا التانت. طب مفيش معفن بقاله اسبوع؟ بنزين معفن، مفيش بنزين بايظ، بنزين اي حاجه يا اختي. ما تبطلوا تحاليل يا اختي، مش قلنا لكم يا مصريين ما تشمتوش؟ دلوقتي مين اللي هيتصدق عليكم؟ قولوا لي يا مصريين، مين اللي هيتصدق عليكم يا اللي عايشين على الصدقه؟ خبر غير سعيد بالنسبة للمصريين: ارتفاع أسعار الوقود، البنزين والسولار وغاز السيارات أيضا بنسب كبيرة نسبيا، يعني 3 جنيهات في كل للبنزين بأنواعه، والسولار أيضا نسب تتراوح ما بين 15% إلى 30%. فينك يا أحمد صبري؟ فينك يا جزاوي؟ فينكم يا محللين يا سياسيين يلي بتفهموا في كل حاجة؟ فينكم يلي فرحانين بالحرب عشان شوية مشاهدات؟ فينكم يلي كنتوا شمتانين؟ فينك يا أختي؟ يا أختي يا أختي فينك يا أختي؟ والله الحرب دي جت في وقتها يا أختي، عشان تحط عليكم يا أختي. فينك يا أختي؟ عشان تحط عليكم. الصواريخ دي تايهة عنكم فين يا اختي؟ فين يا أختي؟ تنزل عليكم كده تفرتكوا تشك 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 تشك. أنا لا أملك إلا أن أقول اللهم اخرج شرفاء مصر من هذه الأزمة،
واضرب الظالمين بالظالمين. ما استفدت شيء. حتى أصحاب البثوث اللي كان البعض من دول الخليج يعطف عليهم حيتوقفون يعطفون عليهم للأسف الشديد. بسبب مين؟ بسبب شوية الحثالة المحللين السياسيين زي أحمد صبري والشلة هذه. هؤلاء القذرين هم سبب كل نكبة تمر بها مصر. ليش؟ لأنهم لا زالوا يطمعون في عصر الفراعنة اللي انتهى عام 600 قبل الميلاد. وأنا قلتها لكم سابقا، نحن نصرنا الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله قولا وفعلا، وأن محمد رسول الله قولا وفعلا. كيف؟ لا إله إلا الله أي لا أضرحة، لا قبور، لا معبود بحق سواه، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فعلا، يعني ما فيش عندنا عبد النبي